1977 مارس الحزين، عندما هتف الملايين في الشوارع: الوداع يا حليم يا حبيب الملايين. وقطعت التلفزيونات والإذاعات العربية إرسالها لتعلن رحيل أسطورة الفن عبد الحليم حافظ، صاحب صوت يخرج من القلب ويصل إلى القلب. كانت وفاة عبد الحليم بمثابة الصدمة على كل الأجيال التي أحبته وغنت أغانيه في أشد لحظاته فرحاً وحزناً. أحدثت وفاته بلبلة في الوسط الفني ودهشة وجملها كل محبيه. كانت جنازته أسطورية، فلقد جيعه شعب مصر وكل شعوب العالم العربي الذين طافت قلوبهم وعبرت كل الحواجز، تبادله اللحن بالكلمة والحزن بالعبرة والحب بالهمسة. وصل جثمان حبيب مصر والعروبة في 3:00 صباحا على متن طائرة مصر للطيران، وكان في استقباله أفراد عائلته، أحبابه وأصدقائه. وقد انتظر الشعب المصري وجمهوره من قبلها ليلا بياتا في ميدان التحرير لوداعه. مباشرة بعد وصول الجثمان أدخل إلى المسجد دون المرور على مستشفى المعادي، حيث تم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ولفه وتغطيته بعلم مصر. ووضع من بعد في سيارة مكشوفة لونها أخضر وغطيت بالزهور من جوانبها ووضعت عليها صورة له. وفي 11:10 صباح السبت ودعت مصر ابنها الجميل الغالي وداعا مبكرا بالورود والنياشين التي حصل عليها. كانت جنازة عبد الحليم جنازة أسطورية بكل ما حدث فيها من أحداث، بما فيها تلك الحشود الكبيرة التي خرجت لتودعه، وبلغ عددهم ما يزيد عن 3 مليون، والعدد الكبير من الوزراء، حيث تقدم الجنازة رئيس وزراء مصر ومندوب عن الرئيس السادات والوزراء وكبار رجال الدولة وكل وزراء الإعلام والثقافة من الدول العربية ومندوبين عن الملوك والرؤساء من الدول العربية وبعض السفراء الأجانب. كان المشهد رهيب، رسمي وشعبي، وسط صراخ وعويل الملايين ومحاولات الانتحار، وهذا لم يحدث مع أحد أبدا مهما كان. كانت جنازة عبد الحليم حافظ من أكبر الجنازات التي شهدتها مصر والشرق الأوسط خصوصا، بكل مشاعر الحب والحزن وانفعالات الناس الصادقة وقت التشييع. أغلقت قوات الأمن يومها الشوارع المؤدية إلى طلعة حرب وميدان التحرير، واشترك في تأمين وتنظيم الجنازة نحو 5,000 من رجال الأمن. وأشرف نائب وزير الداخلية النبوي إسماعيل بنفسه على الاستعدادات وترتيبات الجنازة التي لم تشهد مصر جنازة لفنان عربي مثله. ولن تتكرر تلك المشاهد المؤثرة للجماهير التي عشقت الفنان عبد الحليم. توفي الفنان عبد الحليم حافظ عن عمر يناهز 48 عاماً بمستشفى كينغز كوليدج بالعاصمة لندن بسبب الدم الملوث الذي نقل إليه حاملاً معه التهاب كبدي فيروسي الذي تعذر علاجه مع وجود تليف في الكبد ناتج عن إصابته بداء البلهارسيا منذ الصغر. كانت أول مرة عرف فيها عبد الحليم بهذا المرض عام 1956 عندما أصيب بأول نزيف في المعدة. حزن الجمهور حزنا شديدا، وكذلك تأثر الوسط الفني. ما زالت مصر والعالم العربي يحتفلون بيوم ميلاده ويوم رحيله، ودائما تقام الحفلات في الأوبرا في ذكراه ووضع أكاليل الزهور على مدفنه في حي البساتين، وذلك بعد مرور 46 سنة على وفاة عبد الحليم حافظ. استطاع الفنان عبد الحليم حافظ أثناء حياته الفنية ومشواره في عالم الفن أن يصبح أسطورة لن تتكرر، وحفر في سماء الفن اسمه بحروف من النور، وكيف لا
وأجيال تأتي وبعدها أجيال تتغنى بكلمات وألحان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. لقد حصد أثناء حياته شعبية كبيرة، وبعد وفاته ذكرى جميلة.